ازاي حركه من حسام حسن ممكن تخليه يتوقف 3 ماتشات ويمكن يودع افريقيا. الخبر ده ابو الكباتن حرفيا لو بجد احنا ممكن نخرج من البطوله بعد فوز مصر 3-1 على بنين وتاهلنا رسميا الحمد لله الى ربع النهائي. ظهرت يا ابو الكباتن ازمه جامده. الكاميرات رصدت كابتن حسام حسن وهو بيشاور ناحيه جماهير المغرب اللي كانت بتشجع بنين، وموقع البطوله المغربي قال ان ده اتفهم ان استفزاز للجمهور المغربي. وهنا يا ابو الكباتن الكارثه، لان لو لجنه الانضباط في الكاف ثبتت عليه التهمه فالماده 147 بتقول اي حد يستفز الجمهور بيتوقف 3 مباريات وبيتغرم 10000 دولار. انت بتتكلم في 3 ماتشات يعني تقريبا البطوله خلصت. لكن حسام حسن بنفسه خرج في المؤتمر الصحفي وقال انا ما كانش قصدي اسيء لاي حد، وان اللي حصل ده اتفهم غلط، وانا مقدر دعم الجماهير المغربيه وكنت اشدت بيهم قبل كده، فازاي يعني ان انا اسيء ليهم؟ والله يا كابتن حسام هو منطق برضه. يعني باختصار يا ابو الكباتن مصير كابتن حسام حسن دلوقتي متوقف على قرار الكاف، ولو ثبتت الواقعه فعلا ممكن يتوقف 3 ماتشات. فهل انت يا ابو الكباتن تتفق مع الحركه اللي عملها حسام حسن ولا لا؟